شفتيش ديك البنت كضحك معايا باينه كتبغيني نمشي نطلب ليها النمره. فين غادي؟ فين هو غادي؟ اليوم غنهضروا على امتى تعرف واش البنت بدات كتشعل لك الضو الخضر ولا مازال انت زربان باغي غير امتى تدخل معاها في علاقه، وكيفاش تخليها هي اللي تقول امتى يجي يقول لي ولا يبين لي بلا راه كنعجبو، ومن دير معاك واحد الشيء بلا ما تخليه حتى الاخر باش ما تنساهاش. الدف الوحيد اللي فينا حنا الرجال هو هذا، زربانين على رزقنا باغي نوصلوا للنتائج في اقرب وقت ممكن. مثلا كضحك معاك البنت واحد جوج دقائق حتى المقاطعه كتقول لي كاين تحات والصاد امتى نسالي هاد الورق نمشي بحالي، كتقول لي انت ويا والله الا مليت مع هاد الوقوف حتى راسك كيقولك ما عندك ما دير بهاد الوراق كاع غا اسمح فيهم. كتبدا هي كضحك تزدي معاك في الهضره وتجيبو معاها حنا زربانين كتقول واقيلا تزعطات فيا انا نمشي نشد عندها النمره. المشكل اللي كاين هو داك الاعتقاد اللي باقي راسخ ليك في الدماغ ديالك باللي راه تزعطات فيك. علاش ما حد كتفكر هكا كنرجعوا ليك الكلمه ديال راك زربان معاك كتوصل للدار كتقول صافي دبرت على مع من غادي نصار مع انت زهرك زوين معاك كتصيفط ليها معاك كطلع عليك بيه. ولا كاع جاوباتك كتجاوب بشي جواب قصير كتحس براسك بحال غمتي في العنق. ماشي هذه هي البنت اللي دويت معاها في الاول، انت ما عرفتيش السبب اللي هذاك الميساج اللي صيفطتي ليها هو السبب. نخرجوا شويه على الموضوع ونهضروا على هذا البلان ديال امتى تصيفط ميساج ولا كاع تصوني من بعد ما عطاتك البنت نمرتها. والاول تقول مع راسك راه واخا شديت نمرتها راه مازال ما واقع والو، يعني مازال ما كنعجبهاش، يعني على الاقل كتحيد عليك الضغط. وفاش تحاول تصيفط ليها حاول على الاقل دوز واحد 3 ايام، كل ما زدتي كل ما مزيان، غير هو ما تفوتش عاود سيمانه، يعني بين 3 ايام حتى 7 ايام. بحال واحد المهمه كنت شديت عندها النمره مازال نعاود لكم فيلم ديالها حتى هي غير دير معاك واحد ابوني وكون على القرص. المهم شديت عندها النمره ديك الايام ما كنت مشغول بزاف مع الخدمه وما على باليش بها كاع صراحه، كانت في بالي ولكن واخا هكاك ما نسوقش ليها. دازت واحد السيمانه كامله وصونيت عليها. المهم كانت دارت راسها ما عقلاش حتى هذا كيكون غادي زين فكرتها حد الان كلشي عادي. اجي تشوف فاش تفكرات هي تقول لي مناش وانا عاطيك النمره يلاه بان لك تصوني عليا. تعصبات وهنا فهمت باللي صافي النص ديال الطريق قطعتها. خدنا كاع هاد الوقيته وهي جاريه معايا، ملي تشوف البنت جاريه معاك وكتعصب عليك على شي بلان كديرو معاها بدات كطيح فيك ودخلاتها الزعطه. متداويش على تعايرها وتقول لي راني عصبتها، لا راك زبلتيها. وباش نرجعوا شنو درت هنا راه ما درت والو، غير ما كانش على بالي بها وصافي. عطلت عليها لابيل هادي بوحدها بلا تفهم باللي انا نبدل على 99% ديال الناس. وهذه هي الخلاصه، ما تحاولش تكون زربان باغي غير انت توصل للاهداف ديالك. لا استمتع بالوقت راه الا فهمتي هذا راك غطبقها في كلشي. بلاصه اللي بغيت تكبر شي فورمه مزيانه انت غتريني وصبر ركز مع البروغرام ديالك ونسى النتائج. لا شي مشروع بادي فيه سير مع دقه وانت كتحل في المشاكل. وغا بيني وبينك تخيل اي حاجه بغيتيها كتصدق لك والله ما تحس بالمتعه ديال الحياه. المتعه هي تفشل وتعاود تفشل عاد كتحس بالمتعه ديال النجاح. متنساش تعطينا الراي ديالك ولا شي سؤال عندك باغي ندويو عليه وما تنساش السيارة.